يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عايزه اقول لكم بقى ان اسعار السندوتشات بره هي وكل حاجه، يعني بصراحه الاسعار غاليه جدا، ونفسنا دايما بتروح للاكل اللي في المحلات والمطاعم بره، حتى اكلات الشارع. فتعالوا كده نعمل مع بعض ساندوتش زي ده. الساندوتش ده مش هنجيبه من بره باقل من 80 90 جنيه على الاقل، ومش هيكون بالجوده دي ولا بالنظافه اللي احنا عاملينها ولا بالحشو الكتير اللي احنا حاطينه. فتعالوا كده مع بعض نشوف طريقة الساندوتش ده ازاي. بجد سهل جدا ومش هياخد معاكي 10 دقايق تحضير. وعايزه اقول لكم كمان ان هو طعمه خرافي والكل هيجتمع عليه، وبجد بجد بجد حلو جدا. جربوه على ضمانتي، ان شاء الله هيعجبكم. وتعالوا مع بعض كده نشوفه، وبعدين نبدأ في المكونات على طول ونشوف هنعمله ازاي. بعد ما شفنا الجمال ده بقى، تعالوا كده نسمي الله ونبدأ المقادير مع بعض. معايا بقى كده ان شاء الله طاسة سخنة جدا، وهحط فيها قطعة من الزبدة ومعلقة من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش معايا. وهنزل عليها ببصل ابيض متقطع لشرايح رفيعة، ما تقطعهوش صغير، يعني قطعيه جوانح كده وقلبيه مع الزبدة. مهم جدا في الوصفة دي ان البصل يكون ابيض. طبعا البصل الاحمر حلو وكل حاجة، لكن هو دايما في وصفات السندوتشات بيكون له طعم مختلف شوية، فبيظبط قوي مع السندوتشات البصل الابيض. دبلناه بقى، خليناه دبل شويه، واديت له مثلا ربع معلقه شاي من السكر، وكمان رشه من الفلفل الاسود. السكر هيساعدنا على الكرمله وهيديله طعم حلو جدا، ما تقلقوش، يعني مش هيغير طعمه ولا حاجه، بالعكس هيخلي طعمه حلو جدا. هبدا بقى ان انا اقلبه كويس، يعني ما تسيبيهوش على النار وتروحي في مكان، لازم ايدك تكون فيه على طول لغايه ما يبدا ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. اول بقى ما هياخد اللون الجميل ده، هبدأ ان انا بقى اجمعه كده في الجريل بتاعتي، واصفيه من الزبدة وانقله في طبق خارجي على جنب، علشان احنا شغلنا كله النهارده هيكون في نفس الجريل، مش هنعمل ولا هنبوظ حاجات تانية. خلاص بقى كده نقلناه في الجريل مكانه بقى، ومكان الزبدة بتاعته عندي مشروم جاهز، غسلته من المية بتاعته وصفيته كويس، وبعدين هبدأ اديله تشويحة في الزبدة. طبعا لو متوفر عندك مشروم فريش يكون برضو مفيش مشكلة، كويس جدا، لكن انا اللي كان جاهز عندي المشروم المعلب. في ناس سألتني من بره مصر المشروم اللي هو الفطر، ايوه ده اللي هو الفطر يا جماعة. اهم حاجة بس تصفيه كويس من المية، لو هو معلب من ميته وتغسليه وتصفيه كويس وتنزليه تديله تشويح. نقلناه برضو على جنب كده، وفي نفس الطاسة بقى هبدأ انزل الفراخ بتاعتي. انا معايا صدرين من الفراخ، هبدأ ان انا اديلهم تشويحة كمان مكان المشروم بتاعي والبصل. هنزل بقى بكل الفراخ بتاعتي كده جنب بعضها في الطاسة، حاولوا ما تحطوش فوق بعضها كتير عشان ما تنزلش مية، وما تقلبيهاش خالص خالص غير لما تاخد لون من تحت. يعني انا حطيتها دلوقتي، فمش هقلبها ابدا غير لما تاخد لون من تحت. دلوقتي بقى وهي نية كده هديلها التوابل بتاعتها علشان خاطر تكون الريحة اللي بتطلع منها ريحة حلوة من ريحة التوابل. معايا التوابل بتاعتي بقى ملح وفلفل اسود وشوية من السبع بهارات. عايزه اقول لكم ان السبع بهارات بتدي ريحه للاكل حلوه جدا جدا. وخلاص انا مش هدي توابل اكتر من كده. لو انتوا واخدين بقى بالكم معايا، الطبقه بتاعه الفراخ اللي انا رصيتها جنب بعضها مسكت في بعضها وخدت لون من تحت كراست زي ما انتوا شايفينه كده. عايزه اقول لكم اللون ده بيدي طعم حلو جدا، وبيخلي الفراخ يعني بجد بجد في حته تانية. هبدا بقى ان انا اقلبها على الناحيه التانية، وخلاص افككها من بعضها. هي خلاص كده مش هتنزل ميه لان هي خدت لون من تحت حلو، فمش هتنزل ميه. الصدمه اللي انا عايزاها اديتها لها. هفتتها بقى من بعضها كده شرايح زي ما انا كنت عاملاها الاول، وبعد كده هبدا اقلبها مع بعضها كويس. هحط لها كمان قطعه من الزبده علشان خاطر انا ما حطيتش زبده قبل ما احط الفراخ، عشان بقى تبقى منغنغه فيها كده وحلوه. وهنشوف الاضافات اللي احنا هنضيفها عليها هتكون ايه. هي كده ما نزلتش ولا نقطه ميه، فبالتالي هتديكي نتيجه حلوه. دلوقتي بقى هحط عليها معلقه من المستردة، وده اختياري، لو انتوا مش موجود عندكم او مش متاح مفيش مشكله، بس برضو هي بتخلي طعمها كويس، لكن لو مش متوفر هي مش اساسيه في الوصفه بتاعتي.
هديلها تقليبه كويسه بقى مع المستردة، هي دي اضافه من عندي يعني، بس بتديها طعم حلو. ودلوقتي كمان هبدا انزل بالمشروم، وكمان هنزل بالبصل اللي انا كرملته. خلاص كله بقى هيتقلب بقى من بعضه علشان ياخد من طعم بعضه كده، ويخلي لي الوصفه بتاعتي حلوه. لازم كل حاجه تاخد من طعم بعضها. طعم البصل اصلا مسكر لوحده. ومعايا كمان شرايح من الفلفل الاصفر. الفلفل الاصفر اصلا بيكون مسكر غير الاخضر والاحمر، فطعمه برضو في الوصفه دي بيكون حلو جدا. كله بقى هيتقلب مع بعضه كده. انا مش عايزه الفلفل يدبل خالص. انا كل المكونات بتاعتي دلوقتي مستويه، الفراخ استوت، واصلا البصل متكرمل والمشروم متشوح، فمش عايزه الفلفل بتاعي يدبل قوي، عايزاه برضو فيه قرشه بسيطه كده. دلوقتي بقى احط له شويه من الجبنه اللي هي الميكس شيدر، وهقلبه مع بعض علشان الفراخ تكون مندمجه شويه مع الجبنه. يعني الجبنه دي مش هتكون على الوش دلوقتي، المرحله دي هيكون الجبنه هتتقلب مع المكونات بتاعتي، الفراخ والبصل والفلفل والمشروم. انا سايباها بس دلوقتي كده على ما تسيح شويه، علشان ما تاخدش معايا في التقليب وقت. خلاص بقى هبدأ ان انا اقلبها كده عشان تاخد من السخونيه بتاعه الفراخ. الجبنه بتاعتي هنا بقى بدأت تسيح زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا بقى اديها رشه جبنه كمان من على الوش. اي جبنه بقى متوفره عندك، يعني موتزاريلا، ميكس شيدر، زي ما انا حاطه اي جبنه، اي نوع جبنه متوفره عندك حطي بقى على الوش بتاعها، وابداي ان انت غطيها علشان الجبنه تسيح على الوش من فوق. عايزه اقول لكم ان انا كده الوصفه بتاعتي خلاص خلصت. يا دوب هعبي السندوتشات بتاعتي او هعبي الوصفه بتاعتي في العيش. بجد طعمها حلو جدا 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 ومميزه جدا جدا. الصدرين الفراخ دول عملوا معايا حوالي 8 سندوتشات، ومليانين ما شاء الله وحلوين جدا، لان الصدرين ما شاء الله كانوا كبار يعني. فتقدري بقى ان انت بتوفري، بتخلي بانيه عندك او فراخ ممكن تتعمل برضو بفراخ جاهزة، لكن هي يعني فراخ مستوية، لكن هي الوصفة كده بجد حلوة جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. والساندوتش بتاعي النهاردة كان سهل، طعمه خرافي، جربوه وبألف هنا.